بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإخوة والأخوات العاملين والعاملات عبر تراب المملكة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني كثيرا أن أتناول الكلمة باسم حزب العدالة والتنمية بمناسبة احتفال الطبقة العاملة بالمغرب كمثيلتها عبر العالم بعيد العمال العالمي، وهي مناسبة لأهنئ باسم الحزب كل العمال والعاملات في وطننا الحبيب في القطاعين العام والخاص، ولنثمن عاليا مساهمتهم المقدرة والمعتبرة في الاستقرار وفي التنمية وفي دعم الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الخدمات والمرافق العمومية عبر التراب الوطني، مدرسة ومستشفى ونظافة ونقلا وعبر مختلف القطاعات. أيها الإخوة والأخوات، يأتي هذا العيد هذه السنة في سياق دولي مقلق في ظل اختلال كلي للتوازنات الدولية وصعود النزاعات التحكمية التي تسعى إلى تقويض قواعد القانون الدولي وتنتهك سيادة واستقلال قرار الدول وهوية الشعوب ومقدراتها وثرواتها، وتفتح الباب للاضطراب والغموض وعدم الاستقرار، حيث يعيش العالم اليوم تحولات كبرى ابتدأت بطوفان الأقصى المبارك. ومن هذه المنصة وأمام هذا الحفل وفي يوم العيد العالمي، تحية للمقاومة الفلسطينية المشروعة الصامدة في وجه كيان الاحتلال الصهيوني النازي، وتحية عمالية، تحية عمالية، مقاومة فلسطينية، مقاومة فلسطينية. إذ أصبح العالم اليوم وللأسف يعيش بلا قواعد وخارج الأعراف والقوانين والتقاليد الدولية، فلا حقوق إنسان ولا حقوق امرأة ولا حقوق طفل. نعيش محرقة نازية متواصلة في غزة، والسعي إلى التهجير والتطهير العرقي في ظل دعم وتواطؤ أمريكي مفضوح وصمت دولي مكشوف وعجز عربي وإسلامي غير مسبوق. وهي مناسبة لنؤكد تجديد دعمنا الدائم والكامل للمقاومة الفلسطينية المشروعة وللشعب الفلسطيني الشقيق في جهاده ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني النازي. غزة غزة رمز العزة، غزة غزة، غزة غزة رمز العزة، غزة غزة رمز العزة، على طريق تحرير فلسطين، كل فلسطين، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وهي مناسبة لنشيد عاليا بالمسيرات والفعاليات الشعبية المغربية التي تعرفها باستمرار وكل أسبوع مدن المملكة، دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الصهيوني الغاشم ومطالبة بإسقاط التطبيع. وندعو لمواصلة هذا الزخم التضامن الشعبي نصرة لفلسطين ولغزة وللأقصى والقدس الشريف. كما نجدد بهذه المناسبة دعوتنا ونحن نعيش بألم هول وأجواء الدمار وحرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير والتطهير العرقي المتواصلة في غزة، ندعو إلى إلغاء كل الاتفاقيات وإنهاء كل العلاقات مع الكيان الصهيوني النازي وإغلاق مكتب الاتصال وحل ما سمي زورا بلجنة الصداقة، إذ لا صداقة ولا علاقة مع عدو يقتل إخواننا ويقتل أطفالنا ونساءنا في غزة. ولا صداقة مع المحتل، ولا صداقة مع المحتل، واللجنة لازم تتحل، واللجنة لازم تتحل، ولا صداقة مع المحتل. أيها الإخوة والأخوات، على مستوى وطننا الحبيب يحل هذا العيد وقضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، تشهد تطورات دالة وحاسمة على طريق الحسم النهائي لهذا الملف في إطار المسار الوحيد والحل الوحيد مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب وفي إطار وحدته الترابية. وعلى المستوى الوطني يحل هذا العيد أيضا وورش مجتمعي استراتيجي وكبير هو ورش مدونة الأسرة، يدخل مراحل حاسمة
بعد تقديم لجنة الإصلاح لمقترحاتها، وهو ما يتطلب منا جميعا بكل مكوناتنا النضالية أن نواصل اليقظة والتدافع من أجل إقرار مدونة أسرة تشجع الزواج الشرعي وتحافظ على وحدة الأسرة واستقرارها ودوامها، باعتبار الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، ومن أجل إقرار قانون يراعي الآثار والمآلات السلبية لبعض المقترحات، كما عبر عن ذلك المواطنون والمواطنات حينما استمعوا لهذه المقترحات. ويجيب هذا القانون على الكثير من المخاوف التي أثارتها هذه المقترحات لدى عموم المواطنين والمواطنات. وعلى المستوى الوطني أيضا يأتي هذا العيد ونحن على مشارف نهاية الولاية الحكومية الحالية، والتي وللأسف سجلت تراجعات كبيرة على المستوى السياسي والتدبيري والاقتصادي والاجتماعي في ظل عجز حكومي وموجة غلاء مستمرة وتفشي حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ وإقرار واستغلال البرلمان للتشريع وللدعم على المقاس في خدمة المصالح الخاصة ضدا على مصلحة المقاولة الوطنية وعلى مصلحة العمال والعاملات. وفي هذا الخضم وفي ظل هذه الصعوبات التي يعاني منها المواطنون عامة والعمال والعاملات خاصة، نجد الحكومة قد أخلفت وعودها ووعدها وتصريحاتها بالارتقاء بالحوار الاجتماعي إلى درجة الحوار الاستراتيجي، واكتفائها بترديد أرقام فلكية عن كلفة الحوار الاجتماعي، وهي تمن على العمال والعاملات، وكأن 45 مليار ديال الدرهم تعطيها رئيس الحكومة من جيبه، وكأن 45 مليار ديال الدرهم تعطيها رئيس الحكومة ووزراءه من جيوبهم. هذه أموال الثروة الوطنية والضرائب التي تفرض على الثروة الوطنية، هذه الثروة الوطنية التي تتم وتنشأ وتنمو بسواعد العمال والعاملات، فهي منهم وإليهم. حكومات الشعارات، الكوارث بالسيادات، وحكومات الشعارات والكوارث بالسيادات. وهي هذه الأرقام التي يرددها على مسامعنا رئيس الحكومة وناطقه الرسمي هي في الحقيقة أرقام لا تسمن ولا تغني من جوع أمام ما يعانيه المواطنون والعمال في ظل موجة غلاء غير مسبوقة، وفي ظل عجز حكومي، وفي مقابل عشرات الملايير من الدراهم التي وزعتها الحكومة على فئة محظوظة ومحدودة من المقربين. وفي مقابل هذه الأرقام التي يمن علينا بها رئيس الحكومة تأتي في مقابل رئيس حكومة يدافع عن شركاته التي تفوز بصفقات بمئات ملايير الدراهم. وفي هذا الخضم أيضا لم يجد رئيس الحكومة وأحزاب الحكومة من عمل وعوض الإنصات والاستجابة لانتظارات المواطنين وعوض التركيز على مسؤوليتهم الحكومية إلا الشروع في وقت مبكر في السباق والتسابق الانتخابي والتنصل من الإجراءات التي يصادقون عليها في مجلس الحكومة. 13 مليار درهم اللي تعطات للاستيراد ديال المواشي ما يبقاش يخرج أي حزب من أحزاب الحكومة ليتنصل منها، إنها قرارات صودق عليها داخل مجلس الحكومة من طرف الائتلاف الحكومي. لقد أصبحت اليوم عناوين الفشل الحكومي واضحة ومرصودة ومعروفة لدى الرأي العام، لا بأس بالتذكير بها. أولها الفشل الذريع في التفاعل وفي التواصل مع الرأي العام، ودليلنا في ذلك ما ذكره قبل قليل أخونا السي خالد السدي. هل من المعقول ومن التواصل أن يسبق رئيس الحكومة وزيره في الشغل؟ العرف أن الذي يقدم خطاب العيد العمال هو وزير الشغل، كما كان في السابق رئيس الحكومة يخرج علينا بفيديوهات لا تعني شيئا، يتكلم في فيديو عن خارطة الطريق للتشغيل، والمغاربة يعانون من البطالة في عهد هذه الحكومة تجاوزت 13%، وهي نسبة تعود ولم يسجلها المغرب إلا سنة 2000. رئيس الحكومة يتحدث عن خارطة الطريق، وهي خارطة لتوزيع الأموال على المقاولات القريبة والصديقة والحزبية. هذا هو الفشل. ثانيا من عناوين الفشل أيضا متابعة ضيق أفق وزراء هذه الحكومة والضيق ديال الصدر ديالهم، يتابعون الصحفيين أمام المحاكم لتجريمهم وتغريمهم، بعض الصحفيين وبعض الأصوات الحرة، في الوقت الذي بسطوا فيه يدهم ومالهم على الإعلام. ثالثا فشلهم في تدبير موجة الغلاء التي تعاني منها معظم المواد والغذائية منها أكبر. الفشل في تدبير تراجع القطيع الوطني
تدبير تراجع القطيع الوطني من المواشي الذي جعلنا سنعيش بعد عشرات السنين سنة بدون عيد الأضحى بسبب بل ليس بفضل بسبب سوء تدبير الحكومة لهذا القطاع. التنزيل المعيب لورش الحماية الاجتماعية والإجهاز على العديد من المكتسبات النوعية لحكومتي العدالة والتنمية، نظام المساعدة الطبية، دعم الأرامل، منح الجامعية، دعم التمدرس، وإقصاء أزيد من 8.5 مليون مواطن ومواطنة من التغطية الصحية، وفيهم مئات الآلاف من العمال ومن العاملات. مطالب آنية، التغطية الصحية. مطالب آنية، التغطية الصحية. مطالب آنية. لن أنسى أن أذكر كذلك بالتأخر وغياب الاستباقية والضعف والجبن أمام الاحتجاجات الاجتماعية. لن ننسى أننا تأخرنا أكثر من 5 أشهر والقطاع التربية الوطنية متوقف أمام حكومة صامتة وعاجزة عن أن تتحرك. لن ننسى أننا عشنا شبح سنة بيضاء في قطاع الطب والصيدلة. لن ننسى التأخر الكبير للحكومة في تدبير إضراب في المحاكم. ولن ننسى أيضا ما تعيشه هذه الحكومة تحت عنوان الزبونية والمحسوبية في تدبير المباريات التي أصبحت في عهد العدالة والتنمية مباراة تتم بشفافية وباستحقاق مفتوحة لكل المواطنين والمواطنات، وأصبحت مع هذه الحكومة تشكو من الزبونية ومن المحسوبية. ولن ننسى مباراة المحاماة التي ستبقى وصمة عار في جبين هذه الحكومة ووزيرها في العدل ورئيسها في الحكومة. حكومات شوت في هذيك الوعود. حكومات. لن ننسى كذلك الزبونية والمحسوبية في التعيين في المناصب السامية في المجلس الحكومي. أصبحنا أمام مجلس حكومي فارغ من القرارات ومن التشريعات ومن الإجراءات التي تخدم مصالح المواطنين، وأمام مجلس حكومي يطلع علينا كل أسبوع بلائحة من ذوي القربى. ومع كل هذه عناوين الفشل الحكومي، نسجل أيضا أن الحكومة قد أخلفت وعودها ولم تفلح في تطبيق أحد من التزاماتها العشر. لن ننسى السيد رئيس الحكومة، لن ننسى التزاماتك العشر التي لم تحقق منها إلا النظر اليسير. لن ننسى وعدك بإحداث 1,000,000 منصب شغل صافي، ونحن نعيش أمام 1,600,000 عاطل وفق الإحصائيات الرسمية. لن ننسى كذلك إقصاءك كما قلت سابقا ل8.5 مليون من المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية. لن ننسى وعدك بإخراج 1,000,000 أسرة من الفقر والهشاشة، والمواطنون والمواطنات يعيشون أمام موجة غلاء مسبوقة، وعدد الفقراء تزايد بالإحصائيات الرسمية. لن ننسى عدم وفائك بوعد زيادة 2,500 درهم في بداية مسار الأستاذ. ولن ننسى التفافك على وعدك بتوفير ما سميته مدخول الكرامة لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وأنت تلتف عليه عبر منحة شهرية سميتها تعويضات لفائدة الأسر التي تأوي أشخاصا مسنين. لن ينفعك اللف والدوران في الكلام، ولن تنفعك توصيات أصحاب الكوميونيكاسيون وما بعده. كما أخلفت الحكومة وكذبت شعاراتها بكون الحوار الاجتماعي يمثل اليوم ركيزة أساسية في السياسة الحكومية. لن ننسى ذلك، والحكومة تمرر القانون التنظيمي للإضراب عبر الأغلبية البرلمانية وضدا على إرادة النقابات والمعارضة، في الوقت الذي يقتضي فيه الحوار الاجتماعي كما أسميته الاستراتيجي، أو الحوار الاجتماعي كما أسميته الركيزة الأساسية. يقتضي الحوار الاجتماعي في موضوع كبير واستراتيجي الحرص على الإجماع والسعي إلى الإجماع عبر الحوار والتشاور والإنصات والتفاعل الإيجابي والأخذ بمقترحات النقابات وأحزاب المعارضة. لا حكومة لا كفاءة، غير الوعود والشعارات. لا حكومة لا كفاءة، غير الوعود والشعارات. لقد أخلفت الحكومة أيضا وكذبت شعاراتها بترسيخ ما أسمته الرقية بالحوار الاجتماعي إلى المستوى الاستراتيجي، وهي تؤجل من سنة إلى أخرى وتحدث لجنة مكان لجنة وتتخبط وتتردد في الحسم في ملفات إصلاحية كبرى لتكريس الديمقراطية الاجتماعية من مثل قانون النقابات، وللدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من مثل قانون الشغل، وللحفاظ على المكتسبات من مثل قانون وأنظمة التقاعد. لقد أخلفت الحكومة وكذبت شعاراتها بمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وهي تنظم اجتماعات مع بعض النقابات في الساعات الأخيرة في الوقت بدل الضائع قبل فاتح ماي.
وتخرج ببلاغ لا يقول أي شيء إلا أننا وقفنا جميعا على ما أنجزناه ونتعاد على أن ننجز في اجتماعات شكلية ودون مخرجات واضحة وشفافة وحقيقية، باستثناء الوقوف كما جاء في بلاغ رئيس الحكومة الذي يتسابق مع وزيره في التشغيل، باستثناء الوقوف على استكمال تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية السابقة والمن على الشغيل بإجراءات أصبحت في حكم الماضي. وفي الختام وإذ نجدد لإخواننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولإخواننا وأخواتنا في الطبقة العاملة المغربية، إذ نجدد لكم التهنئة والتقدير العالي بمناسبة عيدكم العيد العمال العالمي. نجدد لكم العهد على مواصلة العمل سويا من أجل الدفاع على قضايا أمتنا ووطننا، ومن أجل الدفع بالتنمية وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية وإعادة الاعتبار للخدمات والمرافق العمومية ضمانا لاستدامتها ومواجهة لنزعة ليبرالية متوحشة تريد أن تقصف بهذه المرافق ضمانا لاستدامتها وجوديتها وترسيخا لكرامة العمال والعاملات وعموم المواطنين والمواطنات. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للأخ إدريس الزميل الإدريسي على هذه الكلمة القوية والمعبرة.